بين اللحظة والثانية، بين هجمة وتسديدة، قريب من الخروج. ريال مدريد إلى النهائي الخامس تواليا في كأس السوبر الإسباني. ريال مدريد يخرج سالما من مباراة الديربي. الريال يضرب موعدا مع غريمه البارسا من أجل اللقب الأول هذا الموسم. كلاسيكو جديد ببداية سنة جديدة، ولا أحلى من هيك فعلا. بس اسأل نفسك سؤال، يا ترى هاللقاء رح يكون منافسة شرسة بين فريقين، ولا رح يسيطر واحد فيهم على الثاني وينهي اللقاء قبل ما يبدأ حتى؟ أكيد لما تحكي عن الكلاسيكو شيء بديهي أنه الفريقين يكونوا بأفضل مستوى لهم ويقدموا أقصى ما عندهم، ولا ليش اسمه صراع العمالقة؟ بس سؤالك ملغوم وفي شيء وراه. هل عندك شك انك تشاهد مباراة مملة ومنتهية قبل ما تبدأ مثل ما قلت؟ بصراحة عندي احساس بعد اللي شاهدته من اداء في الريال اليوم، بعد ما شاهدت اداء برشلونة بالامس، انه في فرق كبير من الارض للسماء. الريال يلي بيملك لاعبين على مستوى العالم بيضطر يرجع يدافع امام فريق تعودنا عليه انه اصلا بيلعب بالدفاع، ومع الاسف انه رغم انه عم يرجع يدافع الا انه كورتوا بكل هجمة عم يتصدى ويبعد الخطر عن مرماه. بعتقد هالشي صار عادة، وكورتوا بكل مباراة لازم الناس تذكره وتثني عليه، واصلا حارس المرمى مهمته الحفاظ على عدم استقبال الاهداف. ما انا بعرف مهام الحارس، بس برايك هل الحارس بكل وقت من الاوقات قادر يحمل الفريق لوحده على كتفه؟ طيب معناها شو فائدة الدفاع؟ شو فائدة الوسط؟ شو فائدة المهاجمين؟ بس الفريق كان حاضر وفي لاعبين قدموا اداء جيد وظهروا بصورة طيبة امام جماهيرهم. بيلي، كامافينجا، رودريجو، فالفيردي، يعني مو كورتو الوحيد اللي كان بيلعب صح. والحق يقال بيلي قدم الاداء الاجمل بين جميع اللي ذكرتهم. وقفته على الكرة، احتفاظه فيها من تحت الضغط، ونقلها من الدفاع للهجوم، كان رائع بكل المقاييس. وهذا الشيء ساعد الريال كثير من الاوقات بالخروج من تحت ضغط اتلتيكو. رودريجو حسم اللعبه، ما في نقول اكثر من هيك، لانه معنى الحسم كثير كبير وهو وجود اللاعب في اللحظه المناسبه. فالفيردي بعلمي لاعب وسط، بس هو جوكر داخل ارض الملعب، وصدقا الهدف الصاروخي العالمي اللي سجله كان سبب بتاهل الريال للنهائي بنسبه 75%. كامافينجا بيلعب اخر عده مباريات، وهذا دليل واضح على تحسنه، او بشكل اوضح استعاده افضل مستوياته. هي انت بتمدح باللاعبين، طيب شو الشيء اللي ما عجبك لكان؟ ليش بحس انه كل اللي بيعمله تشافي ضده؟ في ثأر بينك وبينه. تشافي قبل ما يدرب الريال، وتحديدا وقت كان مدرب ليفركوزن، كان يدافع؟ الجواب لا، بس هو اجبر اليوم وبكثير مباريات انه يرجع ويدافع، وهذا دليل انه كثير مدربين تفوق عليه تكتيكيا، مثل اليوم سيميوني يلي هلكه طوال ال 90 دقيقة. كان موضوع تأهل الملكي بين لحظة والثانية، بين هجمة وتسديدة، قريب من الخروج من البطولة وخسارة أول ألقاب هي السنة. صراحة سيميوني عمل مباراة عظيمة وكان بيستحق التأهل عطفا على مستوى فريقه اليوم. مبروك عشاق الملكي الفوز والتأهل للفاينل، مبروك لنا على موعد مع كلاسيكو جديد ونهائي جديد.